ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة الإسلام أو رسالة السلام من قناة السلام الفضائية. رزقنا الله وإياكم الأمن والأمان والسلام في بلادنا، وأيضا أدخلنا الله إياكم دار السلام يوم القيامة، تتمة لما كنا قد بدأناه من نشر السلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أتباعه بكل سلام وبكل خلق نبيل، سواء كان المتبع له مؤمنا أو كان التابع له غير مؤمن، فبلغت أعماله وتعامله صلى الله عليه وسلم غاية في العظمة وغاية في حسن الخلق. ومن ذلك مشاهدي الأكارم ما كان يتعامله صلى الله عليه وسلم مع المستفتيين. مررنا على مجموعة من الطرق التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوضح للسائل ما ينبغي عليه أن يكون. وهنا معنا حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، تحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا الأسلوب الحواري من النبي صلى الله عليه وسلم لإقناع الآخر هو أحد أساليبه الجميلة وأحد أساليبه المقنعة صلى الله عليه وسلم للآخرين، وهو يجادلهم صلى الله عليه وسلم الحجة بالحجة. وكذلك عليه الصلاة والسلام يستخدم أسلوب الموعظة الحسنة ويدعوهم بالحكمة عملا بما أمره الله به: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية الكريمة. وهنا نلاحظ هذا الحديث رواه الإمام الموطأ رحمه الله مرسلا، والمرسل هو أحد الأحاديث الضعيفة، لكن ثمة لديه شواهد كثيرة من النصوص الأخرى. يعني قال ابن عبد البر في التأكيد على صحة هذا الحديث، قال: هو مرسل صحيح مجتمع على صحته، أو مجمع على صحته. يعني يبدو مقصد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ أن هذا الحديث تقبله العلماء بالقبول، وهو تؤكده النصوص الأخرى التي فيها وجوب الاستئذان في الآيات التي وردت في سورة النور وغيرها. الشاهد معنا في سردنا لهذا الحديث في رسالة السلام هو مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بهذا الأسلوب الذي أنتم رأيتموه. قال الباجي: ويستأذن الرجل على أمه وذوات محارمه وكل من لا يحل له النظر إلى عورته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الاستئذان على أمه: أتحب أن تراها عريانة؟ ومعناه والله أعلم أنه إذا لم يستأذن عليها فقد يفجأها فيراها عريانة، فأما الزوجة أو الأمة فلا يجب عليها، أو
أما الزوجة والأمة التي يحل له النظر إلى عورتها فله الدخول عليها دون استئذان. هذا كلام الباجي رحمه الله تعالى. ولا شك ولا ريب أنه آداب الاستئذان من الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام، وهذه أيضا تبين سماحة هذا الدين العظيم، وتحفظ للإنسان حقه في أخذ الراحة الكاملة في بيته وأسرته، بأن إذا وضع ثيابه فإن لا يجوز أحد أن يفجأه. وهناك لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم أن من استقصى وأراد أن ينظر من ثقب الباب إلى عورة من في الداخل أباح له الإسلام أن يفقأ عين من ينظر، وليس عليه دية، وهذا يدلك على أن حرمات البيوت عظيمة. الله سبحانه وتعالى جعل للبيوت حرمتها عظيمة جدا، فلا يجوز أحد أن يخترقها. وهنا تلاحظون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الابن أن يستأذن على والدته. نعم. والباجي يستثني الزوجة وملك اليمين، لأنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورتها، يعني ليس بين الزوج والزوجة عورة، احفظ عورتك إلا من زوجتك كما في الحديث. نعم. فانظروا إلى هذا الأسلوب الراقي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حتى أقنعه. وثمة حديث آخر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا: مه. ومه هو أسلوب فعل اسم بمعنى أصمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، فدنا منه فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: فتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، يعني لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. يا سلام يا سلام. هذا الحديث ينبغي أن يكتب على أبواب الجامعات وعلى أبواب مدارس الثانوية من الجنسين، سواء كان بنين أو بنات، ولينظروا كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الفتى صاحب الشهوة القوية والعنفوان وصاحب التهور وأيضا صاحب البراءة. فهذا الشاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يبيح له الزنا. انظروا كيف اخترق جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا يعني ألقى بالحياء خلف ظهره، وأراد أن يحقق هذه الرغبة بالحلال. انظروا كيف هذا الشاب يريد أن يشبع رغبته بالحلال، فأذن، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالزنا، أي
أن يحل له الزنا. هذا مقصد الشاب. وإلا فالشاب مستقر لديه أن الزنا حرام، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهو مجمع بين الأديان والشرائع السماوية. كل الشرائع السماوية التي نزلت حرمت الزنا والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلعل يعني هذا الشاب أراد أن يستثنيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يجد له مخرجا من هذه الحرمة الشديدة. فانظروا إلى حال شبابنا اليوم، كيف يتجرأ ويقع في هذه الجريمة الكبرى. وفاحشة الزنا هي الموبقة الثالثة بعد الإشراك بالله وقتل النفس، تأتي في المرتبة الثالثة، فهي جريمة كبرى عظيمة. وللأسف كثير من شبابنا وأبنائنا غفر الله لهم وأبناء المسلمين يقعون في هذه الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة، بل ويتفننون في الوقوع فيها، يظنون أن الأمر سهل وأن الخطب عادي جدا، فبالتالي يقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله دون أن يكون له أي رادع أو خوف من الله سبحانه وتعالى. في حين هذا الشاب الفتى خوفا من الله عز وجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يأذن له بالزنا. وهذا الشاب قادر أن يقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله في خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وممكن أن يقع فيها ويستتر، ولكن الرجل هذا يخاف الله سبحانه وتعالى، كما خافت الغامدية حينما وقعت في الزنا فأتت للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يطهرها، وطهرها عليه الصلاة والسلام ورجمها، وقال إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وربيعي بن عامر الذي وقع كذلك في الزنا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قلوب حية معاشر المشاهدين تخاف الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله عز وجل سوف يحاسبها يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويعلمون ما معنى قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويعلمون قوله تعالى فلا يغرنكم بالله الغرور. ويعلمون معنى قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يفقهون هذا، لكن مع الأسف كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله يميل قلبه إلى الرجاء ويوقع نفسه في القاذورات ويتمنى على الله الأماني، وينسى قوله تعالى إن الله شديد العقاب، وينسى قوله تعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم، وينسى قوله تبارك أو يتناسى أو يريد أن ينسي نفسه ويبتعد حتى يبيح لنفسه أن يقع في القاذورات. هؤلاء الصحابة لم يكونوا ليعرضوا نفسهم للرجم حتى الموت ما لم يعلموا أن الله شديد العقاب، فأرادوا أن يقدموا عذاب الدنيا لأنه أهون من عذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. في بعض البلدان أقاموا الحد على رجل وصوروه بالفيديو في الحقيقة ورأيته، أعوذ بالله، ما تستطيع أن تكمل المقطع، والله اجتمعوا عليه ورموه بالحجارة. رجل محصن من إحدى البلدان الإسلامية، محصن في هذا الزمن، وقع في الزنا، إما أنه اعترف أو أنهم كفشوه، فأقاموا عليه الحد ورجموه وصوروه وهم يرجمون. لا إله إلا الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. شيء عجيب ومفزع للغاية. هذا عذاب من زنى في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، فكيف عذابه في الآخرة؟ نعوذ بالله. لذلك معاشر المشاهدين والمشاهدات الحذر واجب من الوقوع في المعصية، ومن وقع في معصية الزنا فليتب اليوم قبل أن تخرج الروح من الحلقوم وتغلق الأبواب، وقبل أن تغرغر الروح
ثم لا يكون مجال هناك للتوبة. لكن اليوم وأنت حي ترزق، تب إلى الله سبحانه وتعالى وابكي بين يديه واستغفره وأكثر من الحسنات وأقبل على الله سبحانه وتعالى، يبدل الله عز وجل سيئاتك حسنات. فهذا الرجل أراد أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح له الزنا. انظروا إلى هذا الحوار الجميل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، وبين هذا الشاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. هذا أول أسلوب أن تقترب من الشخص الذي أنت تريد أن تتحدث معه، فإن اقترابه منك أو اقترابك أنت منه دليل يعطيه نوع من الأمان، يعطيه نوع من الاهتمام. وانظروا النبي عليه الصلاة والسلام رغم شناعة هذه المعصية لم يزجر هذا الرجل ولم يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، في حين أننا لو تأملنا حينما جاء إليه عامر رضي الله عنه وأرضاه وقال أنه وقع في فاحشة الزنا، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا، فلما أتاه من جهة اليمين أعرض عنه صلى الله عليه وسلم يسارا، كل ذلك حفاظا على حياة عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا الشاب لم يقع بعد، وإنما فقط الصحابة يعني استعظموا هذا الأمر وزجروه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له مه يعني اصمت أو اترك، نعم مه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع السؤال وقال له أدنو، فدنا الرجل، فبدأ الحوار النبوي الجميل مع فئة الشباب. وهذا يدلنا معاشر المشاهدين والمشاهدات من لديه في بيته شاب أو شابة فليحاورهما، فليتحاور معه، وليأخذ هذا الأسلوب، أسلوب الحوار المقنع مع ضرب الأمثلة المقنعة. فإن الشاب غالبا ما يكون الشاب طاهر القلب، لم يبتلى بالكبر ولا بالعناد. في الغالب إذا ناقشته نقاشا علميا عقليا مقنعا يقبل، وسرعان ما يعود إذا كان مخطئا ويعتذر إذا كان مرتكبا لأمر لا يحسن عقباه. فبالتالي أسلوب الحوار هو الأنفع معاشر المشاهدين والمشاهدات مع من هو في فترة المراهقة، يعني ما بين الفترة 15 إلى فترة 25، هذه فترة الحوار مع الشاب، خلاص أصبح شابا وأصبح مكلفا. ولذلك لما كان استخدام القوة والعنف ينفع معه في فترة الصبية من 7 إلى 10، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل10 واضربوهم عليها، مروا أبناءكم للصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا يجوز لك أن تستخدم القوة والضرب إذا رأيت المصلحة، علما أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الضرب والاكتفاء بالتوجيه، وربما أنت تستخدم ما يغنيك عن الضرب فيما يتعلق بحرمان من المصروف، حرمان من الرحلات أو شيء من هذا القبيل، وأنتم أكيد مشاهدي الأكارم قد جربتم ذلك. ولكن الأسلوب الأمثل في التعامل مع الشاب هو الحوار. ولذلك لما كانت أفئدة الشباب في الغالب تكون طاهرة من الكبر والعناد، كان أكثر التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم هم من الشباب، عمير بن حمام ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عباس، العباد الأربعة، كل هؤلاء شباب. أما الشيبان فصعب عليه أن يترك الحق أو أن يترك ما كان عليه من أجداده، والذي يعني
تشبث في قلبه منذ سنوات يصعب عليه أن يتركه. ولذلك أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه وقاتلوه، وغالب من قاتلهم هم كبار السن. ولذلك نلاحظ أن الوليد بن المغيرة والعياذ بالله قاتل النبي عليه السلام وحاربه، لكن ابنه خالد بن الوليد كان مؤمنا. ورأيتم أنتم أيضا أبو جهل كيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابنه عكرمة بن أبي جهل كان أحد المؤمنين التائبين. وهكذا كثير من الشباب يعودون إلى الحق غالبا. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام أدنوا. هذه الطريقة الأولى، أن تكون قريبا من الشاب، تكون قريبا وتصاحبه. هنا القرب أيضا إن كان قربا حسيا كذلك يجب أن تكون قريبا أخي الكريم من ابنك الشاب، قريبا حسيا، وكذلك من ابنتك قريب حسيا ومعنويا. لا ينبغي أن يكون المربي سواء كان أبا أو أستاذا أو محاضرا أو دكتورا أيا كان، يجب أن يكون قريب من تلامذته، قريب من أبنائه حسا ومعنى، يكون قريب حسا ومعنى. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا الرجل كان رده للنبي عليه الصلاة والسلام: لا والله جعلني الله فداءك. يفدي هذا الشاب نفسه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فديه بنفسه عليه الصلاة والسلام. رأيتم معاشر المشاهدين دليل على أن هذا الشاب في قلبه محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه احترام وتقدير له ولكل مؤمن أيضا، ونحن هنا نأخذ من هذا الحديث العظيم أن يكون الإنسان قريبا أيضا من تلامذته وقريبا من أتباعه، من خلال حسن أخلاقه، من خلال وقوفه معهم عند الشدائد، من خلال كلامه الطيب، من خلال حواره الجميل يستطيع أن يكسب قلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسانا. قال: أتحبه لأمك. بدأ هنا الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب: أتحبه لأمك. وهنا صدمة، من الذي يحب أن تكون والعياذ بالله أمه زانية؟ نسأل الله السلامة والعافية. حتى يا أخي يعني الكلام يكون في هذا المجال يثقل على اللسان حقيقة، يكون يعني ما تستطيع تتكلم والعياذ بالله أن تكون الأم زانية، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن النبي عليه السلام حتى يكره ويبغض هذه الفاحشة على قلب هذا الشاب قال له: أتحبه لأمك. فاستخدام الأمثلة من أروع الطرق لإقناع الآخرين، والقرآن الكريم معاشر المشاهدين مليء بالأمثلة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فالقرآن الكريم مليء بالأمثلة. لماذا؟ لأن عقل الإنسان في الحقيقة يعني أسرع طريقة لإقناعه هي ضرب الأمثال. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستخدم ضرب الأمثال كما استخدم القرآن الكريم في إقناع الآخرين. فهذه رسالة لنا جميعا معاشر المشاهدين والمشاهدات أن نستخدم أسلوب الأمثلة. وطبعا أسلوب الأمثلة لا أعتقد أن يكون للجاهل الذي لم يتعلم أو للأمي. أنت تحتاج أن يكون عندك قدر كافي من العلم والاطلاع والثقافة حتى تستطيع أن تضرب للشاب الأمثلة، علما أن كثير من الأميين والأميات بصراحة قد رزقهم الله تبارك وتعالى شيء من الحكمة والعقل. فكثير من الأمهات التي ربينا من الدكاترة والبروفيسورات أمهات أو أميات، يعني تكون المرأة أمية ولكن أخرجت لنا بروفيسور، وتكون أخرجت لنا دكتور،
وطبيب، وهي في حينها لم تقرأ ولم تكتب. فسبحان الله يؤتي الله عز وجل فضله من يشاء. على كل حال أقصد من هذا أن أسلوب ضرب الأمثلة في الحوار مقنع للغاية. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لابنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وهكذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المحارم الخمسة التي ذكرهن الله عز وجل في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فهؤلاء المحارم يعني غاية في الشدة في الحرمة. هؤلاء عرض الإنسان، هؤلاء شعرة وجهه إن صح التعبير، هؤلاء والدتك ثم ابنتك وأختك وعمتك وخالتك، عرضك، هؤلاء أعراض، فلا يجوز للإنسان أن يدخل عليهن إلا بإذن، وإذا يعني دخل عليهن يعني وكذلك أيضا وجب عليه حمايتهن وتقديم روحه فداء لهن. هؤلاء الخمسة. نعم. ثم هذا للتقريب وليس فقط للحصر، يعني لو كملنا الآية لذكرنا كثيرا من المحرمات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم أشد المحارم القريبات من الشخص. نعم. هذا الأسلوب النبوي الكريم أقنع هذا الشاب. ثم أيضا نلاحظ أن في نهاية هذا الحديث بعد هذا الحوار الجميل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشاب، وهو حوار أيضا أبدي، هو حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جميع الشباب من أمته إلى قيام الساعة. من كان في قلبه هذا المرض، مرض الزنا، ووقع في نفسه شيء من محبة النساء بغير ما أحل الله عز وجل، فعليه أن يقرأ هذا الحديث ويتبعه. معاشر المشاهدين والمشاهدات، في نهاية هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على قلب هذا الرجل، ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى: لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب هذا الرجل؟ لأن القلب هو ملك الجسد، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد، كما في حديث النبي عليه السلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبالتالي لما كان القلب هو كالملك لهذه الأعضاء، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على قلب هذا الرجل. يا سلام! وهذه أيضا، هل نعتبر أن هذه الطريقة هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع الإنسان يده على قلب الشاب، أي شاب رأى فيه انحراف ورأى فيه شيئا أو الرغبة في الانحراف، فهل يجوز للشخص أن يضع يده في صدر هذا الرجل، أم هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر الحديث أنها ليست بخاصة، وأن هذه الطريقة ممكن أن يتبعها أهل العلم والفضل وأهل الصلاح، أن يجعلوا أيديهم في قلب من يريد أن يهدونه إلى الحق ويدعون له. فوضع هذا اليد على القلب الحقيقة أيضا له وقع في النفس، حينما يكون العالم المشهور المحبوب لدى الناس يضع يده في صدرك ويقول لك: يا برهان إني أحبك، يا فلان إني أسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويطهر قلبك ويحصن فرجك. نعمة كبيرة، أنت تشعر بسعادة. يا رجل، لو أن عالم من العلماء يعني مسك بيدي وأخذني من المسجد وخرج بي، أنا أشعر بسعادة
يعني لا يعلم قدرها إلا الله، فكيف إذا وضع يده في صدري؟ لكن حقيقة لم أقف في هذا الحديث على من يرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع يده، ولكنه أسلوب جميل، أسلوب نبوي كريم. ليس فقط مجرد الحوار بين، وصل الأمر إلى المسح على القلب، أو المسح على الرأس، أو المسح على الكتف، ففيها حقيقة شيء من التعامل الرقي الذي يرفع بالإنسان مرتبة عالية، ويكون لكلامه وقع في من ينصحه ويوجهه ويؤدبه. نعم. الوقفة الثانية الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء. هذا الشاب نعم من خلال هذا الحوار اقتنع، لكن هل تغلبه شهوته فيقع كما يقع كثير من الشباب؟ نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم. الإنسان كيف يقع؟ يقع بسبب الجهل. ليس الجهل معاشر المشاهدين والمشاهدات، ليس الجهل على أن الزنا حرام، لا، جميع الناس يعلمون أن الزنا حرام وأن هذه الموبقات محرمة، ولكن الجهل أين؟ في معرفة عواقب هذه المعصية. عاقبة هذه المعصية ماذا سيكون لك؟ أنت تجهل. نعم. ولذلك من وقع في هذه الجريمة يعني ينتظره والعياذ بالله عذاب شديد. فهذا الشاب نتيجة لهذا الجهل فقد تغلبه نفسه وشهوته فيقع في المعصية. حتى لا يقع في المعصية توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى ليحمي هذا الرجل. ولذلك أحوج ما نكون نحن إليه معاشر المشاهدين والمشاهدات، سواء كان لأنفسنا أو لأبنائنا، أن ندعو الله عز وجل لهم أن يحميهم وأن يطهر قلوبهم وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يعني لولا تزكية الله عز وجل للمؤمنين ما استطاع أحد أن يبتعد عن هذه القاذورات يا جماعة، لأنها بالفعل هي مصيبة. وهناك يعني خصوصا لما تكثر الفتن في هذا الزمن، فالشاشات فتن والشوارع فتن، وأيضا حتى في البيوت فتن، نسأل الله السلامة والعافية. فمن إذن سيحمي الإنسان إذا لم يحميه ربه؟ ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه من محبة هذه القاذورات وحصن فرجه. وقد يكون هذا الحديث أيضا متضمنا لأن يتزوج هذا الرجل، لأن تحصين الفرج يكون غالبا ما يكون بالزواج، أو أن يرزقه الله تبارك وتعالى ملك اليمين. هذا حديث عظيم في تربية الشباب، وخصوصا في هذا الزمن. يا ليت يكتب أمام مدارس الثانوية بالذات والجامعات، ويترجم باللغات، ويعلمون الناس كيف يتعاملون، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشاب، وكيف كان يأخذ بيده إلى دار السلام. أخذ النبي عليه السلام هذا الشاب من الموبقات، من على شفا جرف نهار من الموبقات المهلكات، إلى دار السلام والأمان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم معاشر المشاهدين والمشاهدات يكره السؤال عما لا فائدة فيه، ويكره التنطع والغلو في السؤال. نعم، كان يكره عليه الصلاة والسلام ويتضايق من هذا الأمر. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. وكأن الناس كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلوبهم وساوس، أو يريدون أن يسألوا عن كل صغيرة وكبيرة، وكأنهم يظنون أن النبي عليه السلام لا يعلم،
أو شيء من هذا القبيل، فكره النبي عليه الصلاة والسلام وتضايق من هذا الأمر. فقال رجل: من أبي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبوك سالم مولى شيبة. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي. فهم الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من هذا، فخافوا على أن يحل بهم العقوبة، وبدأوا يستغفرون الله تبارك وتعالى ويتوبون بين يديه ويبكون على هذه الخطيئة، حتى أنه ورد عن عمر لما رأى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي رواية البخاري قال أن عمر برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام قتادة رحمه الله تعالى يذكر هذا الحديث ويقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأل عن أبيه وذاك عن أبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أبوك فلان وأبوك فلان. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، هذا الحديث إحدى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المستمعين والمستمعات في طرحه لمن يسأله عليه الصلاة والسلام. فكان يكره صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي لا فائدة منها، مثل هذه الأسئلة التي رأيتم كيف سئل النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وبدأ الصحابة يبكون. نعم. ولذلك صح قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله كره لكم ثلاثا: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال في حديث آخر: إن أكثر من أهلك الأمم من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، فكان يكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه الرجل فيسأل عما لا فائدة فيه، أو يسأل عما لم يقع، يسأل كذلك عما لم يقع. نعم، فهذا كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه إحدى أساليبه. في حديث الرجل الذي كلف رجلا آخر يسمى عاصم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرأيت إذا رأى الرجل رجلا على امرأته قد وقع على امرأته أتقتلونه إذا قتله أم يدعه ويكون ذلك صعبا عليه، أو كما قال. فهذا الرجل ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ عليه، لأن مثل هذه الحالات الحقيقة شنيعة أن يذكرها الإنسان والعياذ بالله.
أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وهو يتكلم يسأل: لو أن رجلا كذا وكذا دخل ووقع الفاحشة ورأى هذا الرجل على زوجته ماذا يفعل؟ فالنبي عليه السلام مثل هذه الأسئلة التي لم تقع فكان يعرض عنها عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يتلفظ بمثل هذه الأمور حتى لا يبتلى، نسأل الله العافية والسلامة. فلما رجع إلى هذا الرجل الذي اسمه عاصم وسأله ماذا قال النبي عليه السلام، قال: والله لم يجبني بشيء وكهرني أو أعرض عني. فقال: لا بد لي إذن من أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسي. نعم. فذهب هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك آيات من كتاب الله، وهي آيات الملاعنة المعروفة في سورة النور. نعم، آيات الملاعنة إذا اتهم والعياذ بالله الرجل زوجته أو نعم في فاحشة الزنا فماذا يكون حكمه. فصلت الآيات في هذه المسألة الخطيرة والعياذ بالله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بزوجته، فأتت وتلاعنا جميعا، ثم فرق بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل طلق زوجته 3 أمام مجلس النبي عليه السلام قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كان الرجل إذا اتهم زوجته وتلاعنا فإنه كان يفرق بينهما. وفي نهاية الحديث أن المرأة أنجبت هذا الطفل وكانت حامل والعياذ بالله من الزنا، وكانت هذا الطفل يشبه من رميت به، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا أحد يسأل بمثل هذه الأسئلة الفاحشة أيضا للعلماء، ولا يتجرأ في أن يعني يفترض مجموعة من الافتراضات بين أيدي العلماء والمشايخ وهي لم تقع في الأصل. فنأخذ من هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة الكبيرة، أننا لا نتعجل في الأسئلة. ثم أيضا القدر موكل بمنطق، معاشر المشاهدين والمشاهدات، القدر موكل بالمنطق. فلما يكون المنطق شيئا طيبا فإنه يبعث للفأل. ولما يكون والعياذ بالله المنطق يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه أو مما تنفر منه النفوس فإنه والعياذ بالله قد يقع الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، قد يبتلى. لذلك أوصانا الله تبارك وتعالى أن لا نقول إلا خيرا. في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإنسان يعود نفسه أن لا ينطق إلا خيرا. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من نجوى أهل الجاهلية إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الكلام الذي حقيقة. ولذلك قال الله عز وجل: الذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو، كلام الذي لا فائدة منهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن بعض العلماء قالوا إن عاصم ربما رأى من أهله ما يوقعه في الريبة والشك، ومن هنا بدأ يسأل. فلكن الهدي النبوي أن لا تسأل، وأن تبقى أنت هكذا حتى ترى يعني شيئا واضحا لا شك فيه ولا ريب، حينها تذهب وتستفسر عن ما رأيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأن يحصن فروجنا وفروجكم، وأن يحصن أبناءنا وأبناءكم وبناتنا وبناتكم جميعا، وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا واهدنا سبل السلام، واجمعنا بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. معاشر المشاهدين والمشاهدات، كنتم في برنامج رسالة السلام. أسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم دار السلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.